حكايتنا النهاردة عن بنت اسمها آشا، عايشة في مدينة بيحكمها ملك بيقدر يحقق الأمنيات. حكاية الملك ده باختصار إنه طول عمره مقتنع إن أهم شيء في الدنيا الأمنية وإزاي تتحقق، وكان عارف يعني إيه يبقى عندك أمنية وما تتحققش. فعشان يقدر يحقق الأمنيات قرر إنه يتعلم كل أنواع السحر اللي في الدنيا، ونجح فعلا. وبعد كده قابل حب حياته واتجوزه، وخدها وراح جزيرة بعيد وقرر ينشئ مجتمع كامل فيها. وفعلا الناس بقت بتيجي من كل حتة عشان تسكن في المدينة، وكلهم قدموا للملك أمانيهم على أمل إنه يحققها لهم في يوم من الأيام. بس الملك كان دايما عنده شروط لتحقيق الأمنيات، إنه لازم يتأكد إنها أمنية حقيقية وإنها مش خطر على المدينة. بس العديد في الموضوع إنه كان بياخد الأماني من الناس بعد ما يتمنوها من كل قلبهم، ولازم بعدها ينسوها حرفياً وما يفتكروهاش تاني إلا لما الملك يقرر يحققها. وده اللي عاش جد آشا عشانه طول عمره. أو بالمناسبة، نسيت أقول لكم إن آشا عايشة مع جدها ومامتها وفالنتينو، نهزتها وصاحبها في نفس الوقت. وما دخلت مامة آشا وقالت لهم إن الملك عامل حفلة تحقيق أمنيات، فرحوا كلهم. بس آشا كان عندها حاجة تانية مهمة. آشا كان عندها ميعاد مقابلة مع الملك عشان تقدم على وظيفة المساعدة الشخصية ليه. وبالرغم إن أصحاب آشا آرائهم ما كانتش واحدة، في اللي بيدعمها زي داليا صاحبتها، وفي اللي بيقول لها أنا مش عايزك تقلقي، إحنا كلنا هنكون جنبك طبعًا لما تترفض. زي جابو ناصح الشلة. جابو كمان كان شايف إن آشا عايزة تشتغل عشان مساعدين الملك وتتحقق أمانيهم هم وعائلتهم، وهي كانت عايزة تحقق أمنية جدها. ده غير إنها قربت تتم 18 سنة، وده معناه إنها لازم تسلم أمنيتها. وقال لها إنها أكيد مش عايزة تبقى زي سيمون اللي من ساعة ما سلم أمنيته وهو بقى مطفي ومكتئب. لكن في النهاية الملكة دخلت وقالت لآشا يلا يا آشا، الملك في انتظارك. وقعدت تديها شوية نصايح وتقول لها إنها شايفة إنها أصلح واحدة للمهنة دي. وفعلا دخلت آشا وهي في قمة انبهارها وشافت كتاب شكله غريب، ولما جت تلمسه لا معنى اوعي تلمسي ده. وهنعرف بعد كده إن ده كتاب سحر محرم. المهم الملك سأل آشا وقال لها إني خليني أشغلك، فقالت له أنا ملتزمة بعمل شغل مظبوط. قال لها بس كده؟ قالت له طبعا لا، أنا كل انبهارات. فالملك قال لها أوه، أنا شعر دقني وقف من الانبهار. بعدين حكيت له قالت له إن باباها هو اللي علمها كل ده، وإنه كان دايما شايفها نجمة في السما. والملك كان خلاص تقريبا موافق على تعيينها، وأخدها وراها المكان اللي شايل فيه الأمنيات، وانبهرت قوي وشافت أمنيات الناس بعينيها، وشافت كمان أمنيات جدها، وكل حاجة كانت ماشية فل لحد ما آشا طلبت من الملك إنه يحقق أمنية جدها. جدك كان عايز يلهم الناس؟ يعمل ثورة مثلا أو لا دي أمنية خطر هتتشيل جنب إخواتها. فآشا اتصدمت وقالت له معنى كده إن كل الأمنيات دي مش هتتحقق؟ قالت له خلاص، طالما مش ناوي تحققها يبقى ترجعها لأصحابها. قرر مين يستاهل. وهنا آشا اتصدمت من التحول الرهيب اللي حصل. بعدها الملكة دخلت وقالت لهم إن الحفلة هتبدأ، وآشا قالت أسفة أنا مش هقدر أحضر، إنما الملك قال لها لا هتحضري. بعد كده الحفلة بدأت والناس كانت مبسوطة كالعادة، واتنين من اللي موجودين طلعوا وقدموا أمانيهم للملك. بعد كده الملك قال إنه قرر يحقق أمنية لحد مستني بقاله كتير قوي. وطبعا جد آشا افتكر إن هو، لكن للأسف كان حد تاني خالص. وطبعا الصدمة كانت قوية جدا. بعدها آشا وأهلها روحوا البيت وبدأوا يصبروا نفسهم. بس آشا المرة دي انفجرت وحكت لهم على كل اللي حصل، لكن هم مصدقوهاش. فآشا اتصدمت أكتر وطلعت تجري هي وفالنتينو، وفضلت تعيط لحد ما فجأة ظهر نور قوي جدا في السماء. النور من قوته نور المدينة كلها، لدرجة إن الملكة افتكرت إن ده سحر من أسحار الملك، لكن هو قال لها إن لأ، ده سحر خارجي. وآشا فضلت تدور مصدر النور ده جاي منين، لحد ما لقت إن مصدر النور ده كله جاي من نجمة شكلها حلو قوي وغريب. واكتشفت إن النجمة دي بسحرها بتقدر تخلي أي حاجة تتكلم، حتى فالنتينو. اعمل ايه؟ فالنتينو ده مش للاكل. آشا لما شافت قدرات النجمة السحرية سألتها إذا كانت بتقدر تحقق الأمنيات، فالنجمة ضحكت بمعنى إن لأ طبعا ما تقدرش. فآشا سألتها إذا ممكن طيب تساعدها ترجع أمنية جدها. في الوقت ده الملك كان هيتجنن وخايف من الضوء السحري اللي شافه، لدرجة إنه كان هيلجأ للسحر المحرم. لكن الملكة هدته وقالت له لو عملت كده هتخسر نفسك. فسمع كلامها وقرر يعمل اجتماع لأهل المدينة عشان يتكلم عن الضوء السحري اللي كلهم شافوه. وآشا أسدت النجمة فالنسينو اللي بقى بيتكلم وخبتهم في أوضة جوه القصر، وطلبت منهم ما يعملوش أي صوت.
وخرجت لصحابها في محاولة منها إنها تعرف إزاي تدخل الأوضة اللي الملك بيحتفظ بالأمنيات فيها. علمك أنا بس اللي عارفة طريقة سرية للدخول، لكن سرها اللي مخبياه كان هيتكشف لما صاحبهم كان داخل الأوضة وكلهم حسوا إنها مخبية حاجة، فقرروا وطبعا كلهم كانوا مذهولين على غايسين على مش فاهمين. لكن آشا شرحت لهم اللي حصل من البداية وطلبت منهم إن هم يساعدوها، لكن طبعا هم سابوها ومشوا وقالوا لها إن دي فكرة مجنونة. بس داليا صاحبتها قررت تقف جنبها وتساعدها، وفعلا عملت كده. وفي الوقت ده البلد كلها اتجمعت في الاجتماع اللي كان عامله الملك، اللي قعد يشرح لهم من الضوء ده سحر ساذج معمول من خاين. وفي نفس الوقت ده كانت آشا والنجمة فالنتينو بيحاولوا يدخلوا، والنجمة عملت كارثة من غير ما تقصد. أما الملك كان خلاص بيخلص كلامه وكان ماشي، فداليا قررت تلهيه بأي حاجة، فسألته كام سؤال كده وخلاص. لكن المفاجأة إن الناس كلها اتجمعت وبقوا هم كمان بيسألوا أسئلة، من ضمنها إحنا ليه أصلاً بننسى الأمنيات لما بيديها لك، وأسئلة كتير كانت بتحاول تلحق أي كارثة اللي حصلت. وأخيراً دخلت مكان الأمنيات وقدرت توصل لأمنية جدها. في اللحظة دي كان هجوم الناس على الملك بقى شديد، فهو اتعصب جدا وقال لهم اللي هيجيب لي الخاين اللي ورا الضوء السحري أنا هحقق له أمنيته، وسابهم ومشي. بس المرة دي قرر إنه هيستخدم السحر المحرم فعلا عشان يغلب الناس ويوصل للي ورا الضوء السحري. أهل آشا بقى صدقوها، وآشا قدرت ترجع لجدها أمنيته، وروحه كأنها رجعت له لما رجع الأمنية بتاعته. لكن فجأة لقوا الملك داخل عليهم وقال لهم إنه عارف كل حاجة وإنه عايز النجمة. أنا هاخد النجمة. ولما جم يوقفوه عند حده طلع أمنية مامة آشا ودمرها قدامهم. لكن النجمة اتدخلت في الوقت المناسب، وآشا وقعت الدولاب فوق دماغ الملك وقدروا يهربوا. لكن النجمة وآشا كان في قلبهم حزن على الناس اللي في المدينة، وقرروا إن هم يرجعوا عشان يساعدوهم. في الوقت ده الملك كان سحره بيزيد وشره كمان بيزيد، ودمر كل أماني الناس اللي تحدوه. والملكة لما دخلت وشافته اترعبت، لكن هو فهمها إن أي حد هيقف قصاده هيدمره، حتى لو كان الحد ده هي. وبعدها أخد بعضه وراح لمحاكمة هو عملها عشان يحاكم الناس اللي انتقدوه. وطبعاً كان ناشر صور آشا في كل حتة عشان اللي يشوفها يبلغ عنها وتتحاكم معاهم، ووراهم حتة كده من سحره الجديد وقوته عشان يرهبهم ويخوفهم. بصوا منظركم. وآشا والنجمة كانوا موجودين ومتخفيين، وقرروا يتدخلوا بس بطريقتهم. والملك هيعلن عن اسم الجاسوس اللي بلغ عن آشا والنجمة، واللي هيطلع سيمون اللي كان طمعان إن أمنيته تتحقق. وآشا هتقدر تبعت رسالة للملكة عن طريق فارة مسحورة. أما سيمون أمنيته فعلا هتتحقق إن يبقى حارس خاص للملك، وكمان هيبلغ عن صحابه كلهم، فهيهربوا ويروحوا يستخبوا في مكان، وآشا هتروح لهم وهتقول لهم إن هي عندها خطة يقدروا يصلحوا بيها كل حاجة حصلت. وقالت لهم إن الحل إن إحنا نرجع الأمنيات لصحابها، وكلهم قالوا لها إحنا معاكي يا آشا. مش بس هم، في كمان حد انضم ليهم، الملكة نفسها. وبالفعل الملكة راحت عشان تبعد الملك عن القصر، وقالت له إن في ناس شافوا آشا والنجمة في الغابة، فهو أسب بعضه واتجه على هناك. وبدأت الخطة، والنجمة ادت عصاية سحرية لآشا عشان الملك لما يشوف نورها يفتكر إن النجمة مع آشا في الغابة. لكن النجمة كانت رايحة تساعد صحاب آشا إنهم يحرروا الأمنيات، والملك فضل يجري ورا آشا عشان فكر إن النجمة معاها. وداليا والملكة كانوا بيحاولوا يفكوا سحر الملك، لكن اكتشفوا إن السحر المحرم اتمكن منه، ما بقاش فيه أمل خلاص. كل ده والملك بيطارد آشا، وفجأة هنكتشف إن ده سيمون، لكن النجدة هتيجي من قلب الغابة وآشا هتقدر تهرب. وصحاب آشا بمساعدة النجمة والملكة وحتى فالنتينو هينجحوا في إنهم يحرروا الأمنيات، لكن سحر الملك هيوقفهم، والنجمة كمان هتتحاصر، وأذيته هتطول حتى الملكة وكل الناس اللي موجودين، وهيقدر يسيطر على كل الناس وكل حاجة. وسحره الرهيب الأسود المحرم هيغطي المدينة كلها من أولها لآخرها بأعلى صوت، وتقول لهم اتمنوا من كل قلبكم. وكلهم فعلا هيتمنوا ويتمنوا لحد ما نور أمانيهم هيرجع ينور تاني جواهم، وهيبدأ يذلب سحر الملك. ورغم محاولات الملك المستميتة إنه يقدر يسيطر عليهم تاني، لكن نور أمانيهم هيوقفوا، واتحادهم مع بعض هيذلبوا.
ونجمة هتتحرر وهتقضي على سحر الملك تماماً، والأماني هتتحرر وترجع كلها لأصحابها، وكل الناس هتبقى سعيدة وهيقرروا ما يتخلوش عن أنانيهم تاني أبداً. وسيمون هيرجع ندمان وهم هيسامحوه وهيقبلوه لأنه كان ندمان بجد. أما بقى الملك هيتحبس جوه مراية، والملكة هتؤمر إنه يتعلق على حيطة سرديت، والملكة بقت الحاكم الأوحد للمملكة، بتحكم بعدل وذكاء وبتساعد الناس يحققوا أمانيهم بنفسهم، والسعادة بقت مالية المدينة. والنجمة سابت لآشا تذكار قبل ما تمشي، تذكار لذيذ قوي. وهنا خلصت حكايتنا، واستنوا حكايات تانية كتير على قناة كرتون نون. ما تنسوش تعملوا لايك وسابسكرايب عشان تشوفوا الحكايات الجاية.